دلوقتي احنا عندنا طريقتين نعمل بيهم البوش اب. اول طريقه لو انا مثلا اوفر ويت او مش متعود عليها، ستيبس كده بسيطه عشان نعمل الني بوش اب. اول حاجه انت بتطلع ايدك كده لقدام، بعد كده بتقوم عامل رجليك كروس ورا كده، وبتقوم مطلع الجلوتس قدام بحيث ان كتفك يبقى قدام شويه عشان تعرف تنزل النزله دي. لان في ناس تانية بتنزل النزله دي مش عارف ايه معناها، بس هي الصح بتاعتها كده. بخلي صدري دايما ينزل يلمس اول حاجه الارض. دي حاجه. تاني حاجه، لو انا بعمل بوش اب عادي بقى خلاص، فانا عملت البوش اب بتاعي عادي. بس هي الفكره كلها بقى التركه، لو انا مثلا كنت بعمل بوش اب وبقى لي فتره مريح ومش عارف اعمله، فانا ممكن اختار طريقه سهله جدا. هي ان انا وانا نازل انا مش هقاوم، انا هسيب نفسي انزل عادي خالص جدا اهو، وهقاوم في الطلع. يبقى بسيب نفسي انزل واقاوم في الطلع. كده كده بنظبط تايم اللي هو 60 ثانية، بنشوف عملنا كام عدة في خلال ال 60 ثانية دول. بس يبقى تاني تيست معانا دلوقتي هو تمرين البلانك عشان الكور ماسل. بنشوف يعني مستوى واصل لفين بالظبط. فهقول شوية ستيب كده بسيطة. في الأول أنت مثلا محتاج تعملها، يعني بتعملها على الستوب واتش وبتشوف أنت تقدر تجيب قد إيه، ومش لازم تجيب ال 100% بتاعتك. هتنام كده على بطنك، ايدي مفروضة اهو، هرجع ايدي لورا فهتبقى مش رجلي مفروض. تالت تيست معانا بنشوف فيه الاستابيليتي بتاعت الجسم، الفرق ما بين النص اليمين والنص الشمال. انت بتبقى كده في الوضعيه دي، وبتبقى بتطلع الايد اليمين مثلا مع الرجل الشمال، اللي هو الايد عكس رجل عشان تقف على النص التاني. بنثبت لمده ثانيه فوق. بعد ما بنخلص هنا المده بتاعتنا بنعكس بقى، بناخد ايه الجزء التاني. عندنا التست الرابع بنعمله بطريقتين. اول طريقه لو هو صعب بالنسبه لي وانا حد الفتنس بتاعه قليل هعمله كرانشز. تاني حاجه اللي هو السيت ابس الكامله، هنشوف الفرق ما بينهم. اول حاجه انت بتنام كده وبتبقى رجلك مفروده بتتنيها 90. فالكرانشز انت بتبقى ايدك كده هو عند فخدتك، وبتطلع لحد الركبه وتنزل تاني، تطلع كده وتنزل تاني. اما بقى السيت ابس العاديه لو دي سهله هطلع كده. نفس القصة بنعد فيها، بنشوف نقدر نعمل كام عدة في التايم اللي مطلوب مننا. التست رقم 5 هيبقى للرجلين. بنعمل حاجة اسمها وول فوت، دي عاملة زي شبه البلانك شوية بس للرجلين بس. بتبقى ساند ظهرك كده على الحيطة، بتنزل لحد ما رجلك تجيب زاوية 90 وإيدك في جنبك، ما تعملش كده. تفتح تايم وبتشوف انت تقدر فيه يعني تجيب وقت قد ايه. عندنا بقى هنعمل الباك سكوات او سكوات عادي، فعندنا تو اوبشن. اول واحده لو هو صعب عليا وما بعرفش اعمله هختار بنش زي كده وانزل اقعد عليها واطلع، انزل اقعد عليها واطلع. او الاوبشن التاني لو هي دي بالنسبه لي عاديه وانا كنت بتمرن قبل كده والسكوات ده بالنسبه لي سهل، انا هعمل اوفر هيد، هجيب بار خفيف زي ده، او مش لازم بار، ممكن يعني ابقى رافع ايديا فوق تبقى فوق راسي كده. نفس القصه برضو بتشوف هتجيب كام عده في خلال دقيقه. التيست اللي جاي معانا عشان نشوف الموبيليتي بتاعت عضلات رجليك. فانت كده كده طبيعي لو ما عندكش الجهاز ده بتخلي رجلك كده بالزاويه دي زاويه 90، وبتقيس بالمزوره المسافه من كعب رجلك لحد ركبتك في الناحيه اليمين والناحيه الشمال، عشان نسجل لو في عندك مثلا رجل مرنه اكتر من رجل نشوف هنغيرها ازاي، او يعني نشتغل على ده ازاي عشان لو دي فضلت كده، يعني لو في واحده الموبيليتي فيها اعلى من الثانيه مع الوقت هتعمل لك بقى صلاه في ركبه في الهيب في الكلام ده. بعد كده التست التاني ده للرجلين، بنشوف العضلات الهامسترنج او العضلات الخلفيه الموبيليتي بتاعتها واصله لحد فين. فانا مثلا سي ان انا هو ده اخري او هنا اخري، لو هنا مثلا اخري فانا هقيس المسافه بالمزوره من هنا لحد صباعي ده. لكن مثلا لو هنا فانا هنا خلاص هنا زيرو، يبقى انا المرونه عندي هنا واصله للذروه بتاعتها. انا السيرشنج ده بنشوف الموبيليتي بتاعت الشولدر، فانت بتحاول ان انت على قد ما تقدر تقرب الايدين هنا من بعض. لو انا مثلا اخري هنا
فانا هقيس بالمزوره المسافه ما بين هنا وهنا، وبعدين برضو بعكس عشان اشوف الموبيليتي بتاعت كل شولدر واصله لحد فين، واشتغل على اللي وقع عندي. يجي بعد كده بقى الكوبر تيست، عباره عن 12 دقيقه تطلع تجري فيهم، بتقطع اكبر مسافه. السرعه مش مطلوب منك سرعه معينه، السرعه اللي انت تعرف تعملها. يعني مثلا ممكن لو انا مش هقدر اجري خلاص ما تجريش، امشي بسرعه. لكن لو انا مثلا بقدر اجري ممكن اهرول دقيقتين، ولما نفسي يقطع خالص ارجع اتمشى وهكذا. اللي هو بس مطلوب منك ان انت تجيب مسافه كبيره قوي في ال 12 دقيقه دول، عشان نختبر الكارديو فاسكولار سيستم بتاعك اللي هو القلب والرئتين شغالين بكفاءه عامله ازاي.